يا صباح الخير، يومكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير ويكون يومكم حلو زي وصفتنا كده النهاردة ان شاء الله. اكيد طبعا ومعظمنا بدأ يعمل في نواعم العيد كل سنة وانتم طيبين. واكيد اول واهم حاجه في نواعم العيد واللي بنحب جدا وبنستمتع واحنا بنعمله في البيت هو كحك العيد اللي كلنا بنحبه ناعم كده ودايب. ولما بنيجي بقى نعمل الكحك بنبقى عايزين نعمله من غير ما نطلع فيه ولا غلطه. وبصراحه بقى بستغرب للناس اللي بتقول عايزين نعمل كحك زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. لا، وعلى فكره بقى اللي بنعمله في البيت بيكون احلى من اللي بنشتريه من بره بكتير، لانه بصراحه كده جوده السمنه اللي بقوا يستخدموها ما بقتش احسن حاجه، فطعم الكحك ما بقاش حلو ابدا. لا، والاصعب بقى ان سعره كمان بيكون رايح في حته تانية خالص. هو كل المشكله في الكحك اللي بنعمله في البيت شويه تريكات كده لو عملناها هنطلع بجد احلى كحك ما فيهوش ولا غلطه. اول حاجه بنبقى عايزين نعمل كحك دايب جدا بس في نفس الوقت الكحكايه تكون متماسكه كده وماسكه نفسها، وازاي كمان نطلع النقشه بارزه وما تضيعش ملامحها في الفرن، وازاي نحافظ بقى على حجم الكحك كده وما يفرش مننا ابدا في الفرن، وازاي كمان نعمل كحك مهما ناكل منه ما نتعبش ابدا. لان طبعا في عمايل الكحك في نوعين من الناس، في نوع بتحب تعمله على البارد وفي نوع بيحب يعمله على السخن. انا بقى بصراحه بحب اعمل الخطوتين في وصفه واحده علشان اكسب مميزات الخطوتين، ان انا اكل الكحك وما اتعبش ابدا، وفي نفس الوقت لو عامله كميه كبيره من الكحك يقعد معايا فتره طويله من غير ما طعمه يغير ابدا. صدقيني لو عملت الكحك بالطريقه دي هتعتمديها ومش هتغيريها ابدا. يلا بقى نشوف الكحك القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا هعمل الكحك بحشوه الملبن وهعمله ساده، بس طبعا تقدري تستخدمي اي حشوه مفيش مشكله. بس مهم جدا لما تيجي تشتري الملبن خصوصا للحشوات يعني لازم تشتري الملبن اللي بيكون لونه فاتح، بلاش ابدا الملبن اللي بيكون واخد لون غامق شويه، لان معنى ان الملبن واخد لون غامق معنى كده ان هو واخد تسويه زياده شويه، فمش هيستحمل ابدا اي درجه حراره تانية وممكن ينشف ويتحرق معاكي. فمن الاحسن تجيبي الملبن يكون لونه فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهقلب بقى الملبن ده في معلقتين كبار من السمنه، وتكون السمنه بدرجه حراره الغرفه، وهحط كمان على الملبن وده اختياري معلقتين كبار من السمسم ومعلقتين كبار من المكسرات المجروشه. تقدري تستخدمي اي نوع مكسرات انت بتفضليه، ممكن فول سوداني بس ممكن عين جمل ممكن بندق، المهم ان المكسرات تكون قطع صغيره جدا وطبعا تقدري تستغني عنها مفيش مشكله. هقلب بقى الملبن مع الاضافات دي كلها لغايه لما يديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتقدري كمان تضيفي على الملبن اي نكهه انت بتفضليها زي مثلا الفانيليا او مثلا رشه بسيطه خالص من ريحه الكحك او المحلب، وهتكوريه بقى لكور صغيره خالص. طبعا حجم الملبن هيكون اصغر من حجم الكحكايه، وهترصيه على صينيه بالشكل ده علشان يكون سهل وقت الاستخدام. نيجي بقى الانواع دي اللي احنا هنستخدمها في الكحك او في نواعم العيد عموما، لان من اول واهم نجاح نواعم العيد كلها بتعتمد على نوع الدقيق ونوع السمنه او نوع الزبده اللي انت هتستخدميها. يعني بلاش تستهوني ابدا بالمكونين دول، لان صدقيني هم اللي بينقلوا معاكي نواعم العيد لحته تانية خالص، لان ممكن طريقه التحضير بتاعتك والمقادير تكون ما فيهاش ولا غلطه بس الغلطه بيكونوا في المكونين دول. فلازم جدا تستخدمي نوع دي يكون نظيف جدا. انا استخدمت دوبيلا للكحك والبسكوت، تقدري كمان تستخدمي دقيق فاخر او متعدد الاستخدامات مفيش مشكله، وتاكدي ان مكتوب عليه استخراج بنسبه 72%. تقدري كمان تستخدمي الضحى او الكوثر، في انواع دي كتير حلوه، اهم حاجه ان انت تكوني واثقه فيها كويس جدا. وحطيت على كيلو دقيق ربع معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودر تقدري تستغني عنهم مفيش مشكله، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره ممسوحه من توابل الكحك، ومعلقه كبيره من النشا، معلقتين كبار من السمسم المتحمص، ولو السمسم بتاعك مش متحمص هقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي. وهقلب بقى الاضافات دي مع بعض كويس جدا، والاضافه اللي جايه دي بقى اختياري، بس احنا بصراحه في العيله ما بنقدرش نستغنى عنها ابدا في تحضير الكحك. انا بضيف يعني معلقه كبيره كده من روح الموز، او بجيب الازازه الصغيره دي ومش باخدها كلها يعني باخد 3/4 كده. وعلى فكره حتى لو استخدمتي الازازه كلها مفيش مشكله، لان روح الموز ريحتها ما بتكونش قويه قوي زي روح البرتقال، بس بصراحه بتفرق جدا جدا في طعم وريحه الكحك. بس طبعا زي ما قلت لكم هي اختياري، وهنتكلم بقى بخصوص المكونات دي باستفاضه كده من خلال الفيديو. نيجي بقى للمكون اللي يعتبر كده تاني اهم حاجه في تحضير الكحك، وهو نوع السمنه. لازم جدا وضروري تستخدمي نوع سمنه يكون نظيف جدا، ده طبعا لو ما كانش بلدي يعني، سواء بقى بقري او جاموسي. لو مش قادره تستخدمي الكميه كلها من السمنه البلدي
البلدي، فتقدري تخلطي ما بين السمنه البلدي والسمنه العلب مثلا. المهم ان انت تدي للكحك كده النكهه البلدي اللي احنا متعودين عليها علشان الكحك يطلع معاكي ولا غلطه، لان من الاخر كده سمنه ريحتها وطعمها حلوين، يعني كحك ما فيهوش ولا غلطه. انا هستخدم 550 جرام من السمنه، يعني نص كيلو، عليهم معلقتين كبار مليانين. بس انا في تحضير الكحك بحب اعمل خليط ما بين السمنه البلدي البيضه الجاموسي والسمنه البلدي الصفراء البقري، لان طبعا كل واحده فيهم بتتميز بريحه وطعم غير التانية خالص. وعلشان بقى في ناس بتحب الكحك على السخن وناس بتحبه على البارد، انا بقى بحب اعمل الاتنين في وصفه واحده. باخد بس ربع كميه السمنه دي وبسخنها كويس جدا على النار، وبحط على السمنه كام واحده سمسم كده علشان لما السمسم يبدا يغلي ولونه يتغير اعرف ان السمنه سخنت جدا. ولو معلقتين السمسم اللي انت هتحطيهم على الدقيق مش متحمصين، فتقدري تحطيهم مع السمنه في الخطوه دي علشان يتحمصوا. وبعد ما السمنه تسخن كويس جدا هوسع في نص الدقيق وهنزل بالسمنه وهقلب عليها الدقيق والمكونات كويس جدا. وفي نفس الكسرولة اللي كنت مسخنه فيها السمنه هنزل بباقي كميه السمنه، والسمنه دي مش هرفعها على النار ولا اي حاجه، انا عايزاها تاخد سخونيه الكسرولة بس وتسيح، مش اكتر من كده، يعني ما ترفعهاش على النار. السمنه هتسيح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بقى بيها على الدقيق. وفي البدايه كده هقلب السمنه مع الدقيق بالمعلقه لغايه لما السمنه تختفي، لغايه ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقبل ما ابدا ان انا ابس ولا اعمل اي حاجه هجيب كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. انا استخدمت كوبايه الشاي اللي موجوده في اي بيت. مهم جدا ان الميه تكون دافيه، بلاش ابدا تكون سخنه. وحطيت في الميه معلقتين كبار من السكر البودر، تقدري تستخدمي سكر عادي، المهم ان انت تدوبيه في الميه الدافيه دي كويس جدا. وحطيت في الميه معلقه صغيره ممسوحه من الخميره، مش اكتر من كده، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وهغطي الكوبايه دي واسيبها علشان تخمر على جنب كده شويه لغايه لما ناخد وندي بقى مع بعض كده في العجينه دي شويه، لان الخطوه دي مهمه جدا، يعني بنسبه 85% كده هي اللي بتطلع الكحك معاكي ناعم ودايب زي ما كلنا بنحبه. لازم تبسي الدقيق في السمنه كويس جدا، يعني لو ملاحظين انا مستخدمه طبق كبير كده على كيلو الدقيق، لان عندك طريقتين في البس واختاري منهم اللي تريحك. طبعا الطريقه اللي انا عملتها معاكم دي دلوقتي انك تاخدي كل قطعه عجين كده وتفركيها ما بين ايديكي كويس جدا. اما بقى الطريقه التانية دي هي اللي انا بفضلها بصراحه، علشان كده مستخدمه طبق كبير على كيلو الدقيق علشان اعرف اخد راحتي كده مع العجينه. انا بحب ابسها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا بصراحه شايفه ان الطريقه دي احسن، على الاقل ببس كميه دقيق كده كبيره مع بعض، بدل ما اخد جزء صغير بجزء صغير كده من العجينه واحطها ما بين ايديا وبسها. لا، الطريقه دي احسن بكتير. وخطوه البس دي بقى خدي راحتك فيها على قد ما تقدري، يعني هتفضلي تبسي كده في العجينه مش اقل من ربع ساعه لغايه لما العجينه تكون بالشكل والقوام واللون اللي انت شايفاه ده. هتلاقوا بقى قوام العجينه بقى ناعم جدا وكريمي، ولونها كمان بقى افتح. وهتلاقوا كمان العجينه بتلزق جدا، غير طبعا بدايه البس كانت العجينه ملمومه على بعض وما كانتش بتلزق ابدا. فلازم جدا توصلي للعجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنا بقى ما شاء الله الخميره بتاعتي كانت اتفعلت، هنزل بقى بيها على العجينه. وفي المرحله دي اياكي ثم اياكي انك تعجني، انت يا دوب بس هتلمي العجينه لم، مش اكتر من كده، يعني هتجيبي العجينه من تحت لفوق لغايه لما الميه دي تختفي، وبعد كده هتوقفي لم. لان لو استخدمتي اسلوب العجن مع عجينه الكحك ده هيطلع معاكي ناشف وهيقلب بقى قرص، علشان انت فعلتي نسبه الجلوتين اللي في الدقيق. يعني تستخدمي صوابعك بس في لم العجينه، بلاش بقى نظام البوكسات والحاجات اللي بنستخدمها دي في المخبوزات علشان ما تفعليش الجلوتين اللي في الدقيق. واول طبعا ما تنزلي بكميه السوائل هتلاقي العجينه نشفت معاكي وبقت مفروله كده. ما تقلقيش ابدا، لان هو ده الطبيعي، هي عجينه الكحك بتكون كده. لكن لو انت مسكت قطعه كده على بعضها وقعدتي تضغطي عليها شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتلاقيها ناعمه وقوامها متماسك ومش هتلاقيها مفروله ابدا. عجينه الكحك علشان تختبريها اول حاجه هتاخدي جزء كده منها وتقطعي منه، هتلاقي العجينه بتتقطع معاكي، يعني مش بتمط زي عجينه المعجنات، وهو ده الصح. يبقى انت كده ما فعلتيش الجلوتين اللي في الدقيق. وتاني اختبار هتاخدي جزء كده من العجينه وتكوريه وتضغطي عليه. لو لقيتي العجينه ما فيهاش اي تشققات يبقى هي كده ناجحه ومش ناقصها اي حاجه. لكن لو لقيتي فيها تشققات بزياده يعني يبقى هتزودي العجينه دي معلقه سمنه وترجعي تلمي العجينه تاني وتعملي لها اختبار. وبعدين نقلت العجينه بقى في طبق صغير، خلاص كده ما بقتش محتاجه الطبق الكبير، وهغطي وش العجينه دي ببلاستيك علشان ما تنشفش. الخطوه دي برده مهمه جدا. وهسيب بقى العجينه دي ترتاح لمده 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. عجينه الكحك يا جماعه ما بتخمرش ابدا، علشان دي برده ممكن تكون من الاخطاء اللي بنقابلها، ان النقشه بتروح منك في الفرن او الكحك بيفرش في الفرن. عجينه الكحك ما بتخمرش ابدا. شايفين في البدايه العجينه بتبقى مفروله كده، بس لازم كل قطعه باخدها بضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شويه، وبعد كده بكورها وببدا اشكلها بمنتهى البساطه. واكتر اختبار بقى علشان يبين العجينه دي معاكي ناجحه ولا لا هو المنقاش بتاع امهاتنا واجدادنا كده زمان،
طالما المنقاش ماشي في العجينه بطريقه كويسه جدا من غير بقى ما العجينه تقطع ولا يحصل فيه اي حاجه، يبقى العجينه دي ما فيهاش ولا غلطه. وصدقيني المقادير دي مظبوطه جدا، مش هتحتاجي تزودي سمنه ولا اي حاجه. انت كل اللي هتحتاجيه بس انك كل ما تاخدي جزء من العجينه علشان تشكليه هتحركيها في ايدك بس كده شويه كانك بتبسيها، وبعد كده هتكوريها وتشكليها بمنتهى السهوله، مش هتلاقيها مشققه معاكي ولا اي حاجه. نتكلم بقى بخصوص المكونات والمقادير واحنا بننقش كده مع بعض علشان الفيديو ما يبقاش ناقص ولا اي حاجه. الكحك عموما ليه 3 مقادير. في ناس بتحب تستخدم على كيلو دي نص كيلو بس من السمنه، وفي ناس بتحب تستخدم على كيلو دي 550 جرام من السمنه، وفي ناس بتحب تستخدم على كيلو دي 600 جرام من السمنه. طيب ايه الفرق بقى بينهم؟ 500 جرام من السمنه هيطلع معاكي الكحكايه تكون متماسكه شويه، ده للناس اللي ما بتحبش الكحك يكون ناعم قوي ولا دايب، بيكون متماسك كده فبتستخدم 500 جرام من السمنه. اما 550 جرام من السمنه بيطلعوا الكحك ناعم ودايب جدا، بس الكحكايه بتكون ماسكه نفسها يعني متماسكه كده، مش اول ما تمسكيها هتلاقيها اتكسرت منك، لا هتلاقي الكحك بيتقسم معاكي عادي وبيتقسم كده لنصين، بس في نفس الوقت ناعم جدا ودايب في الاكل. اما بقى انك تستخدمي 600 جرام من السمنه على كيلو الدقيق، فده بقى للناس اللي بتحب الكحك يكون ناعم جدا ودايب، يعني لدرجه ان هي الكحكايه ممكن ما توصلش كده لغايه بقهم وهي سليمه من كتر ما هي دايبه جدا وناعمه، مش هتستحمل اصلا انك تمسكيها ولا تلمسيها. وعلى فكره اللي بيتحكم كمان في قوام الكحك اكتر من السمنه هي كميه السوائل اللي انت بتستخدميها، يعني كل ما تقللي كميه السوائل كل ما الكحك هيطلع معاكي ناعم جدا ودايب. حتى لو استخدمتي نص كيلو بس من السمنه واستخدمتي مثلا عليهم ربع كوبايه بس من الميه او نص كوبايه، فالكحك هيطلع معاكي ناعم ودايب برده. انا كنت مستخدمه كوبايه الا ربع من السوائل على 550 جرام من السمنه، الكميه دي برده كويسه جدا، تقدري تستخدمي لغايه كوبايه كامله من السوائل، بس اياكي خصوصا في الكحك تزودي عن كوبايه من السوائل، لان كميه السوائل ملهاش علاقه ابدا في ان العجينه تكون مفروله معاكي او ناشفه، هو ده طبيعه عجينه الكحك. يعني كمان تقدري تستخدمي على كميه السمنه اللي انا مستخدماها دي بدل كوبايه الا ربع من الميه نص كوبايه بس، والكحك هيطلع معاكي انعم وكانك مستخدمه مثلا 600 جرام من السمنه. الخلاصه يعني ان كميه السوائل هي اللي بتتحكم في نعومه الكحك مش السمنه ابدا. والكحك اللي هنحشيه ملبن بعد ما تشغلي العجينه شويه بايديكي هتعملي في العجينه زي تجويف كده علشان نحط فيه الملبن. وحاجه بقى مهمه جدا سواء في الكحك الساده او المحشي، بلاش ابدا انك ترصي كور العجينه كلها في الصاج او في الصينيه وبعد كده تبصميها بالبصامه كلها مره واحده، ما ينفعش ابدا، لان طبعا العجينه هتكوني سبتيها شويه فهتكون اتشمعت، لما تيجي تضغطي عليها بالبصامه ممكن تشقق منك. فمن الاحسن ان كل قطعه بتكوريها تبصميها على طول، وبلاش برضو وانت بتبصميها تضغطي قوي بالبصامه، يعني ضغطه خفيفه كده علشان الكحكايه بعد ما تستوي تكون عاليه كده لفوق وتكون سميكه شويه. وبعد ما تشكلي الصاج او الصينيه هتدخل على الفرن على طول، يعني بلاش ابدا بعد ما تشكلي الكحك تركنيه كده في الصواني وتسيبيه وما تدخلهوش الفرن علشان الخميره هتتفاعل وممكن بقى النقشه تروح او ممكن يفرش منك في الفرن شويه. وزي ما انت شايفه كده رغم ان انا ما كنتش سايبه مسافات واسعه ما بين الكحك وبعضه، لكن الكحك بعد ما استوى ما فرش ابدا، ما فيش كحكايه لزقت في الثانيه، ده معناه ان حجم الكحك ما زادش ابدا في الفرن. نيجي بقى للتسويه علشان الكحك ده يطلع معاكي ولا غلطه. الكحك الساده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 170، لان طبعا الكحك الساده بيبقى من جوه كله عجينه، فلازم العجينه دي تستوي كويس جدا عكس الكحك اللي بيكون محشي. فبلاش ابدا تدخلي الكحك الساده على درجه حراره عاليه علشان ما ياخدش لون من غير ما يستوي من جوه. اما بقى الكحك اللي بيكون محشي سواء بقى ملبن او عجميه او حتى عجوه، فده بقى لازم جدا وضروري يدخل على درجه حراره اعلى من المتوسطه، يعني على درجه حراره 200، لان طبعا الكحك اللي بيكون فيه حشوه ما بيكونش مليان من جوه عجينه، فبالتالي العجينه بتكون واخده هيكل الكحكايه بس من بره مش اكتر من كده، فما بيحتاجش تسويه خالص عكس الكحك اللي بيكون ساده. علشان النار لو هاديه على الكحك المحشي هتلاقي بقى الحشوه دي سخنت وفارت جدا جوه الكحكايه، فبالتالي هتشقق الكحكايه وهتطلع بره وهتنشف منك. خلي بالك جدا من التسويه لان ممكن تكون المكونات والمقادير مظبوطه جدا بس التسويه ما كانتش صح ابدا. وهتتابعي بقى تسويه الكحك سواء ده او ده، واول ما تلاقي الكحك اخد لون ذهبي كده من تحت ولقيتي لونه ابيض قوي قوي من فوق، فممكن تفتحي عليه الشوايه حاجه بسيطه جدا، لان مش من الصح ابدا ان الكحك ياخد لون من فوق، هو المفروض يكون فاتح علشان يكون دايب وناعم، لكن لو اخد لون من فوق فهيقلب معاكي قرص. نقول بقى شويه ملاحظات سريعه كده في نهايه الفيديو. خلي بالك جدا من المقادير خصوصا في المكونات الرافعه زي البيكنج باودر والخميره، بلاش ابدا تستخدمي كميات كبيره، وبلاش تزودي في توابل الكحك علشان في الاخر الكحكايه ما تطلعش لونها غامق. اما بقى بخصوص اللبن البودر فده تقدري تستغني عنه مفيش مشكله. اما بقى بخصوص معلقه النشا فناس كتير ممكن تستغربها
نشربها، بس صدقيني هي ما بتاثرش ابدا في ان الكحكايه تطلع ناعمه ودايبه، هي بس وظيفتها ان هي بتحافظ على الجلوتين اللي في الدقيق وما بتخليهوش يتفاعل. والمهم بقى جدا ان هي بتحافظ على قوام الكحكه، حتى لو عملتيه ب 600 جرام من السمنه ايوه بتكون الكحكايه ناعمه جدا ودايبه، بس في نفس الوقت محافظه كده على نفسها وقوامها. تقدري بقى تمسكيها بمنتهى السهوله وترصي كمان الكحك فوق بعض من غير ما الكحك يتكسر منك، فبلاش ابدا تستغني عن معلقه النشا. اما بقى بخصوص اعجن بميه ولا لبن، فصدقيني الاتنين ما بيفرقوش ابدا في الطعم، بس الميزه في الميه ان هي بتخلي الكحك انعم وكمان اخف من جوه، لكن اللبن بتحسي ان الكحكايه تقيله شويه. ممكن جدا تعملي خليط ما بين الميه واللبن، بس بلاش ابدا ان الكميه كلها تكون لبن، لكن لو هتعملي كميه كبيره من الدقيق وعارفه ان الكحك ده هيقعد شويه، فمن الاحسن انك تخلي الكميه كلها من الميه، لان طبعا اللبن بيخلي طعم الكحك يتغير بعد فتره. وبس كده ومنتهى البساطه هتعملي احلى كحك، وبجد كده وبدون مبالغه مفيش اي وجه مقارنه بينه وبين الجاهز ابدا. صدقوني ده احلى بكتير، على الاقل مستخدمه فيه خامات نظيفه جدا، النقشه بتاعته بارزه جدا، والكحكايه زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. الكحك رغم ان هو ناعم جدا ودايب، بس لما بتمسكي الكحكايه وتقسميها النصين بتتقسم معاكي من غير ما الكحكايه تتكسر ولا اي حاجه. ريحته كانت قلب الدنيا، اما بقى قوامه وطعمه فبجد ما فيهوش ولا غلطه. وبلاش ابدا تحكمي على نواعم العيد كلها وتدوقيها بعد التسويه على طول، لازم تدوقيها بعدها كده بفتره، يعني تاني يوم على الاقل، علشان تحسي بطعم نواعم العيد كده زي ما انت عايزه بالظبط. ومعلش بقى لو الفيديو طويل عليكم شويه، بس انا بصراحه حبيت اقول على كل الملاحظات اللي ممكن تقابلوها او اللي ممكن تكونوا بتسالوا عنها، علشان الكحك يطلع معاكم مفيهوش ولا غلطه ان شاء الله من اول مره. اعمليه بقى ورصيه في علب وحافظي عليه جدا من الرطوبه، ويا رب ما يكونش فيه اي ملحوظه نسيت اقولها، ولو نسيت حاجه ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه، وبس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، والاهم ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.